السلام عليكم ورحمة الله خوتي العزاز، تبارك الله عليكم. مرحبا بكم في مقطع جديد على قناة الروبي المزارع. اليوم الإخوان بفضل الله جل وعلا جمعنا واحد الحصيلة ممتازة ديال البيض إن شاء الله، ديال خليط السلالات. غادي إن شاء الله نحاولوا نديروا عملية تحضير إن شاء الله جديدة باش ننتجوا إن شاء الله كتاكيت رغم هذه الحرارة ورغم الصيف الإخوان، إلا أننا إن شاء الله نحاولوا هذا البيض هذا ما يضيعش. البيض دابا حاليا رخيص اخوتي بواحد الثمن اللي هو بخس، فلذلك الإخوان قررت أن هذا البيض ديال خليط السلالات ما غنضيعوش، وإنما غنحاولوا إن شاء الله نخرجوا منه كتاكيت اللي غادي نحاولوا ان شاء الله نبيعوا منهم ونخليو منهم شي حاجه ان شاء الله الا سخر فيهم الله وبقاو لنا شي كتاكيت. دابا حاليا الخطوه الثانيه اللي غادي ندير هو انني حضرت واحد الخل ديال التفاح، وانتم كتعرفوا الاخوان الاهميه ديال خل التفاح. فخل التفاح مفيد جدا للمربين ديال الدجاج، كذلك المربين الطيور، مربين الارانب. فهو واحد المحلول سحري، محلول متميز ومهم عند اي مربي كما بغى يكون النوع ديالو، لان خل التفاح فيه واحد الفوائد كثيره، فوائد رائعه، وضروري خاص يكون عند المزارعين لانه واحد المنتوج اللي رائع بزاف وكينفع بزاف وكيقلل علينا بمجموعه كثيره ديال الادويه وديال المصاريف الاخوان. لذلك غادي ان شاء الله نوريكم الطريقه كيفاش ديروا تصاوبوا خل التفاح، ولكن قبل ذلك غادي نحطوا البيض ديالنا في الفقاصه ان شاء الله. تلاقاو مور الفاصل ونواصل. الاخوان ديالنا تبارك الله عليكم جميعا، النعجتين الصغيرتين اخوتي هما كبروا تبارك الله اللهم بارك. ان شاء الله قريبا جدا غنحاولوا نصوروا لهم شي فيديو يكون متميز. هما كياكلوا في البصره الاخوان، كتقويو المناعه واخا ماشي مشكل. دابا اخوتي حاليا غنعمر ان شاء الله هاد لي بلاطو ديال البيض. هذا الاخوان تبارك الله اللهم بارك. وهنا الاخوان نحاولوا ان شاء الله نديروا البلاطو الاول نعمروه. هاد البيضة الصغيرة غير صالحة للتحضير. الاخوان ديالنا حنا دابا ستفنا البيضات ديالنا في الفقاصة، ما بقى لينا الا نطرقوا الفقاصة ديالنا ونقوموا بتشغيل الفقاصة. بسم الله يا فتاح يا رزاق، يا فتاح يا رزاق. عمرنا على الماء، عمرنا كل شيء، الامور مزيانه الحمد لله، امور بخير وعلى خير. الفلوتور ديال الرطوبه غنعولوا عليه بكثره لان درجه الحراره مرتفعه، هو اللي كيحاول يبرد لنا شويه الفقاصه وكيحاول يعطينا الرطوبه المناسبه داخل الفقاصه. صافي الاخوان، ودابا ان شاء الله غنمشيو نهزو خل ديال التفاح ديالنا باش نصاوبوه ان شاء الله. غنهزو خوتي خل التفاح باش نصاوبوه. غناخدو هاد العبوه هادي غنديوها باش نعصروها ان شاء الله. يلا معنا باش نوريكم الطريقه كيفاش ديروا تحضروا خل التفاح بطريقه سهله وبسيطه وبثمن ما تصدقوش الثمن اللي صاوبت به هاد الخل ديال التفاح الاخوان، والله ما غتصدقوا. الاخوان الكرام ديالنا تبارك الله عليكم، غنوريكم الطريقه الاخوان من ديبار كيفاش ديروا تحضروا، لان دابا خوتي انا صاوبت هاد الخل التفاح دابا راه واجد، يعني دازت عليه تقريبا شهر هو في هاد القرعه هادي الاخوان. ولكن غنوريكم الطريقه من الاول. جبنا خوتي التفاح كنغسلوه مزيان، كنقطعوه طريفات اولا كندوزوه في هاد الماكينه. انا مثلا كندوزو في هاد الماكينه، كيدوز مطحون باش كيوجد دغيا، باش مثلا في بلاصه ما يوجد في شهر كيوجد لي انايا غير في واحد 20 يوم او 15 يوم. كنقطعوه طريفات، كنحطوه كندخلوه في شي بيدو بحال هذا وكنسدو وكنديرو واحد الغشاء. منين يتنفس واحد شويه، منين يخرج دوك الغازات منين كيخرجوا كيبقى لنا خوتي غير المخلل ديال التفاح. طريقه سهله وبسيطه. دابا غنجيبو واحد الشبك باش نصفيو ان شاء الله هاد الخل ديال التفاح في هاد غنجيبو شي شيباك نغسلوه مزيان الاخوان، غنجيبو الشيباك وغادي نحاولو نكبو الخل ديال التفاح داخل هاد
لهاد البانيو الاخوان او لهاد نحاولوا نحطوا اخوتي خل التفاح. هانتوما راه كتشوفوا باقي التفاح باقي بيض وكاننا عاد صوبناه رغم انه دازت عليه شهر اللي دازت عليها الاخوان. هذا خوتي خل التفاح طبيعي ما فيش نقطه ديال الماء، ما فيش نقطه واحده ديال الماء، ما فيش. دابا حاليا الاخوان غنحاولوا نهزوا هاد دابا نحاول خلي هانتوما الاخوان دابا غنحصلوا فقط على الخليط ديال التفاح. لا نشوف هكا وقرب عليها، هاكا تقرب عليها. دور 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 داك. حاول تحول البلاصة، حول تقبل، حول تقبل، حولها عزلها. هانا الاخوان في الاخير كنحصلوا على هاد العصاره هادي ديال التفاح، وكنحصلوا على هاد هانتوما خوتي على هاد البقايا ديال التفاح الاخوان. هانتوما ها هي، هادي غنعطيوها للدجاج، نعطيوها واحد شويه للدجاج ياكلها ان شاء الله باذن الله. وهادو كذلك غادي هادو بحال والو خوتي، بحالكم مثلا تهزو بحالكم بشويه، تحطو في الفريغو، تحط في الفريغو ديال الثلاجه، ومره مره يترمى شويه الدجاج يتخلط مع العلف ويتعطى له. وهذا الاخوان هذا الخل ديال التفاح اللي فيه عده فوائد، غنخصصوا ان شاء الله حلقه خاصه باش نذكروا جميع الفوائد ديال هذا الخل هذا الرائع جدا للدواجن الاخوان، طريقه استعمال، معلومات كثيره حول هذا الخل الرائع. فالاخوان الريحه ديالو تبارك الله راه عاطيه مزيانه، ريحته مجهده تبارك الله اللهم بارك. الخل التفاح الطبيعي بدون منكهات بدون ملونات، هذا هو اللون الحقيقي ديال خل التفاح الاخوان. انا نعمر اخوتي في قرعه ونوريكم كيفاش تشوفوا الشكل النهائي وفين مكان الحفظ اللي غادي نحطوا فيه هذا الخل ديال التفاح الاخوان. الاخوه الكرام ديالنا، ها حنا خوتي من بعد ما صفينا المحلول ديال خل التفاح، هانتوما كتشوفوها الاخوان، حصلنا على قرعه ديال لتر ونصف عامره وقرعه ديال لتر ونصف كذلك ما عمراش واصله قل ربع الاخوان. ومازال عندي تقريبا نفس الكميه في الدار، مازال عندي نفس الكميه ان شاء الله. حتى من بعد نقرب نسالي هادو وغادي نحاول ان شاء الله نصنع واحد المنتوج اخر ان شاء الله، المحلول اخر ديال خل التفاح. فالاخوان باش جبت 10 كيلو ديال التفاح، 10 كيلو ديال التفاح انا جبتها درهم، يعني خليت مول التفاح حتى سالا البيع والشراء ديالو. بقاولوا داك الحب هذه مضروبه، هذه مقيوصه، هذه كبيره بزاف، هذه معوجه، هذاك التفاح. وفي هذه الوقيته هذه التفاح كيكون بواحد الثمن اللي هو رخيص، فخليته الاخوان حتى سالا. قلت له الله يجزيك بخير، انا بغيت ندي واحد التفاحات للدار على الدجاج ياكلوا، عطيني شي 10 كيلو دير معايا شي ثمن مزيان. حسبهم لي بدرهم الاخوان. اذا الاخوان 10 كيلو طحنتها، ريقلتها، قاديتها، صاوبتها، دازت شهر، حصلت على لتر ونصف. هنايا نديرو غير لتر واحد، هي 2 لتر ونص، وبقى تقريبا 2 لتر اللي مازال الاخوان، اولا نديرو حنا غير لتر ونص، يعني واحد 3 لتر الاخوان اللي غنحصلوا عليها فقط من 10 دراهم. وكنعرفوا بان البائعين ديال خل التفاح ما كيعطيوكش حتى خل التفاح غير مستخلص ديال خل التفاح، يعني غير مستخلص، ماشي خل التفاح طبيعي. ولا كان طبيعي كيحسبوه بثمن خيالي بزاف الاخوان. فبالنسبه للناس اللي بغات تصاوب خل التفاح للدار ديالها تاكلو، فراه الطريقه سهله جدا الاخوان وبسيطه. وخل التفاح راه فيه مجموعه كبيره ديال الفوائد، لا للطيور لا للدواجن لا للعصافير لا لاي مخلوق. هذا خل التفاح محلول سحري وطبيعي ورائع جدا الاخوان. الجميع
المخلوقات، حتى البشر الاخوان راه مزيان لهم خال التفاح. اذا الاخوان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار. من 10 دراهم ديال التفاح استطعنا ان نحصلوا على واحد القيمه ديال 150 درهم ديال خال التفاح الاخوان اللي غتشريها من المحلات. فقط ب 10 دراهم ربحنا واحد المنتوج سحري ورائع جدا. كنوصي جميع الاخوان انهم يستعملوا هذا الخال التفاح لانه منتوج جيد ورائع الاخوان. تبارك الله عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر نوريكم طريقه الاستعمال ديال هذا الخال التفاح باش ما نجيبوش الفيديو طويل، باش تكون داكشي كلشي امامكم بالواضح الاخوان، يكون داكشي بالفيديو والصوره باش نشرح لكم ان شاء الله الطريقه كيفاش ديروا تتعاملوا مع خال التفاح والاستعمالات العديده ديال خال التفاح الاخوان. تبارك الله عليكم، نتمنى يكون عجبكم هذا المحتوى ونتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. نتلاقاو في فيديو اخر. تبارك الله عليكم، وكان معكم الروبيو المزارع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.